يا جماعة أنا لما بتكلم بوقائع. يعني أنا بتكلم بوقائع. يعني مثلا المستشار مرتضى منصور لما قعد مع اللعيبة والفيديو موجود على اليوتيوب، كل الناس شافته على الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا. قال لهم إيه؟ كانت فرقة إمام عاشور هي اللي كانت موجودة. كان إمام عاشور كان لسه في الزمالك، وفرقة كانت الكابتن بتاع إمام عاشور هو وبن شرقي. قال لهم إيه؟ قال لهم يا جماعة، أي حد هيجيب لي عقد همشيه. انت جيب لي عقد وكله يمشي. والله العظيم وقال كده، والفيديو موجود، خشوا اتفرجوا عليه. الكلام ده من 4 5 سنين. قال لهم اي حد هيجيب لي عقد ايه همشيه، همشي الفرقة كلها. فانت بقى بتسيب ده كله بتمسك فيا انا بقى. تقول لي لا انت مش عارف ايه. يعني انا وحش؟ انت فاهم؟ يعني مش فاهم. يعني بتسيب بقى ده كله، تسيب الدنيا دي كلها وتمسك فيا انا بقى. هو يمشي الفرقة كلها. فانا بقول لكم النتيجه بقى ايه. النتيجه انت بقالك 4 سنين ما بتوصلش افريقيا، ما بتوصلش اصلا البطوله الافريقيه. يعني بتسيب بقى انت بقى ده كله تمسك فيا انا بقى. فانا بقول لك على الكلام الصح. عايز بقى تاخد بيه مش عايز تاخد بيه. وعلى فكره ده كلام الزملكاويه نفسه. اسال كده اي زملكاوي على السوشيال ميديا هيقول لك الكلام ده. يعني هو مش كلامي حتى. يعني انا حتى انا بتفرج على فكره على السوشيال ميديا بتاعت الزمالك، بيقولوا الكلام ده. بيقولوا ان احنا مشينا اللعيبه وكانوا غضبانين جدا يعني. فيا جماعة والنبي مش عايزين ايه، احنا بنتكلم بنحلل يعني الوضع اللي موجود. وهي النتيجة بقى لك 4 سنين ما بتوصلش بطولة افريقيا. مش دي حاجة حصلت ولا هو وصل وانا مش شايف. يعني يا جماعة الكلام بالعقل. يعني مش عارف، يعني تقعدوا تتكلموا وفي الاخر النتائج بتبقى غير الكلام خالص. سلام.